وبنشوف أراضي الباف الثلجية والمجمدة وفي وسط الجبال المغطاة بالجليد. بيظهر مخلوق عملاق ومرعب من فصيلة الديناصورات العاتية المعروف باسمه كريبسكارر، وبيظهر وبيهدد كل اللي حواليه. وفي نفس اللحظة بنشوف زورو وسانجي واقفين بثقة وثبات فوق كتف جولدنبرج، وبيعرفوا ان الوحش ده مناسب للوكي علشان يقدر يستعيد طاقته من تاني. وفجأة جولدنبرج بينده على درع عملاق متحرك اسمه ناش، وبيكون شايله معاه، والدرع في لحظة بيتضخم بيصد هجوم الوحش الكاسح بايديه. وزورو وسانجي بيستغلوا الفرصة، وفي لحظة واحدة بيقرروا ينفذوا هجوم مشترك. سانجي بيفعل ركلته الشهيرة ارامي دي ليو اسولت، وبيطلق زورو في الجو كأنه قذيفة حارقة. وفي لمح البصر زورو بيسحب سيوفه وبيوجه ضربة قاطعة وخارقة للوحش العملاق، بيكسب الديناصور الضخم لنصين وبيسقطه قتيل في الجليد بأسلوب أسطوري وبدون ما ياخد منه أي مجهود. العملاق جولدنبرج بيبص بذهول واندهاش من قوة الثنائي السريعة اللي حسمت الموقف. وفي نفس الوقت بنشوف الدرع ناش اللي بيمتلك ملامح وش متكلم بيحس بالتعب. زورو بيبص للدرع بنظرات استغراب وبيسأل جولدنبرج عن سر المخلوق ده وهل هي قدرة فاكهة شيطان حقيقية. جولدنبرج بيوضح المسألة، بيشرح ان والده لما راح يقاتل الامبراطورة بجمام في الماضي الدرع ده خد الحياة بالخطأ وبقى مخلوق حي بفضل قدرتها الغريبة. هنا سانجي وزورو بيفهموا الفكرة وبيقولوا ان الموضوع ده شبه كائن العاصفة زوس بالظبط. الدرع ناش اول ما بيسمع اسم زوس عينيه بتوسع من الصدمة، بيصرخ بذهول وبيسألهم لو فعلا يعرفوا زوس، وبيعرفهم ان زوس ده من اعلى واقوى قيادات الهومس. لكن الصدمة اللي بتلجم ناش لما زورو بيقول له ببرود ان زوس دلوقتي بقى مجرد خادم ومساعد للملاحة بتاعتنا. جولدنبرج بيشيل الوحش العملاق ده بكل سهولة، بيتحرك عشان يرجعوا بيه للوكي. بعد كده بيروح للمنطقة المجاورة اللي فيها الشجر العملاقة، بيلاقي الامير العظيم لوكي لسه مرهق وجسمه كله مغطى بالضمادات والجراح بعد الهجوم الشرس اللي تعرض له. لوفي قاعد جنبه فوق سلسلة حديدية وعملاقة، بيسمع الكلام اللي بيدور بين لوكي والعملاق هيرودن. لوكي بيضغط على اسنانه من الغضب وبيكشف ان الدخلاء اللي هجموا عليه واستغلوا فرصة اصابته هم من فرسان السلطة او الفرسان التابعين للحكومة العالمية على طول. هيرودن بيستغرب وبيسأل بذهول اذا كان البشر التابعين للحكومة العالمية هم فعلا اللي ضربوه وعملوا فيه كده وهزموه بالبشاعة دي. هيرودن بيبدأ يستفزه ويسخر منه، بيقول له ان اكيد لوكي عمل اعداء كتير بره لما كان بيمارس طيشه وفساده وهم جم ينتقموا منه دلوقتي. لوكي بينفجر فيه وبيقول له ما تقولش كلام فارغ، لانه لو كان واصل في رحلاته لمرحلة انه يواجه ناس بالخطورة دي كان زمانه دلوقتي بقى ملك العالم ومحدش يقدر يقف قدامه. لوفي بيسمع الكلمة دي وبيتوقف وبيفكر وعينيه بتلمع بالتساؤل عن هوية فرسان الحكومة العالمية. في اللحظة دي بيوصل زورو وسانجي وجولدنبرج وهم شايلين اللحم الضخم للغركوربرس اللي اصطادوه. زورو بيفتخر بان هو اللي قضى عليه، لكن سانجي بيبدأ يسخر منه كالعادة، بيسميه طحالب البروكلي وبيقول له انه طباخ فاشل ومساعد زي زورو مكانه الطبيعي انه يفضل في الخلفية وما يعرفش يطبخ. زورو طبعا كالعادة بيقول له خلاص يا صاحب الحواجب الملتوية، وبتبدأ خناقتهم المعتادة وسط السحر او الثلج. العملاقة جيرد بتبص عليهم بابتسامة وبتقول ان شكلهم كيوت ولطيف جدا وهم بيتخانقوا باللطافة دي، وبعدها بتطلب منهم يوقفوا شجار وينجزوا الاكل. العمالقة بيجهزوا النيران المعتادة والمعدات العملاقة، وسانجي بيستعرض مهاراته الاستثنائية وبيبدأ يطبخ اللحم ويسلق المرق في قدور عملاقة تتناسب مع أجساد العمالقة بمساعدة جولدنبرج. الروائح الذكية بتبدأ تنتشر في الجو الثلجي، وسانجي بيعلن إن الأكل بقى جاهز تماما. ولوفي في ثانية بيخطف قطعة لحم كبيرة وبياكلها بلهفة واستمتاع خرافي، لكنهم بيصرخوا فيه وبيأنبوه لأن المفروض يأكل المريض المصاب الأول. وفي لحظة عفوية لوفي بيشيل قطعة لحم عملاقة وبتغلي من شدة السخونة وبيحطها مباشرة في وش لوكي. لوكي بيصرخ بصوت مدوي من شدة الحرق والألم، بيصرخ في لوفي وبيقول له انت بتحاول تقتلني ولا يا عم انت؟ لكن لوفي بيضحك وبيقول له ان كده لوكي استرد عافيته ونشاطه لازم ياكل علشان يخف اكتر. لكن لوكي بيشتكي بغضب وبيقول لهم انه مش قادر يبلع الاكل وهو مستلقى على ظهره. بيطلب منهم يرفعوه ويقعدوه لان مفيش حد بيعرف ياكل وهو نايم يعني. لوفي بيحاول يساعده ويدور على حاجه تطري حلقه، فبيروح يجيب كوب عملاق مليان شوربه والمرق اللي بيغلي وبيجري بيه ناحيه لوكي. لكن اول ما بيسمع صوت الغليان والصوت المظلم للمرق بيشوف لوفي جاي بابتسامه، بيبدا يترجى ويصرخ فيه انه ما يقربش منه. لكن لوفي وهو بيجري بيتكعبل والشوربه اللي بتغلي بتقع كلها على لوكي المريض. لوكي بينفجر في صراخ وحقه بصراحه، انا اشوفها منهم ولا منك ولا من مين. لوفي بيعتذر بشراره طفوليه خجوله، وجيرد بتبص لوفي وبتديله اشاره الابهام كتشجيع منها. بعد المعمعه دي الكل بيقعدوا ياكلوا في هدوء وسط الثلج، ولوكي بيمسك قطعه اللحم وبيبدا ياكلها، وجيرد والعمالقه حواليه وزورو وسانجي قاعدين بياكلوا وبيشربوا. وسانجي بيبص لوكي وبيستغرب وبيقول ان الشخص ده لازم يكون عامل كوارث
كوارث كتيرة عشان شعب العمالقة كله يكرهه للدرجة دي ويشوفوه شخص حسالة. وزورو بيبص لوكي مباشرة وهو بيقول انه بيعتقد ان الوعد اللي قطعه لوفي بخصوص معرفته بمكان شانكس كان مجرد كذبة واخداع عشان يغري. لوكي بيسمع كلام زورو وبيوقف اكله وبيقول له بثقة انه عمره ما يكذب وانه فعلا يعرف مكان شانكس الحقيقي، لكنه بيفكرهم انهم كمان مخلفين بوعودهم ولسه ما شالوش السلاسل وفكوه زي ما اتفقوا. زورو بيبص له بنظرة حادة وباردة ولوكي بيكمل كلامه وهو بيشوف الاصرار في عيون لوفي. لوفي بيقول بكل ثقة انه يقدر يفهم المشاعر دي كويس، مشاعر الاعجاب والانبهار بقراصنة اسطوريين التقيت بيهم وانت صغير. لوفي بيوقف اكله وبيسمعه باهتمام ولوكي بيبدا يفتكر ماضيه المؤلم. بنروح لفلاش باك درامي جدا بالاسود والابيض. بنشوف لوكي هو لسه صغير وماسك هراوة مشوكة وكان واقف بيترجى كابتن قراصنة اسطوري وعظيم بيصرخ فيه بالطفولة وبيقول له اريد ان اتي معك، خذني معكم في رحلتكم. ولكن كابتن القراصنة بيبص له ببرود ورفض تام، بيقول له انه مش جاي هنا عشان يقابل عيل صغير زي لوكي. لوكي من غضبه بيسحب سلاحه وبيطلب القتال والمواجهة، فالكابتن بيسحب سيفه الحاد في وجه الطفل وبيعوره كأنه في قتال حقيقي. وبعدين هما ماشيين بيظهر ظل المحارب الاسطوري اللحية البيضاء في شبابه، بيدخل وبيقول للكابتن بنبرة عتاب ما كانش لازم تستخدم سيف يعني في مواجهة طفل، ده مجرد طفل حتى لو كان عملاق. لكن الكابتن بيزعق في نيوغيت وبيقول له اخرس وبيسيب لوكي على الارض بدماء ضعفه. وبنرجع للحاضر ولوكي بيقول انه حاسس بانه اتولد في الحقبة الزمنية الغلط، كان عايز يكون في حقبة الاساطير في اراضي الباف الاسطورية بتستمر احداث المشتعلة والنيران بتبدا تاكل كل حاجة حرفيا. العمالقة في فرقة الاطفاء بيجروا بكل قوتهم ومعداتهم الضخمة، بيحاولوا بشتى الطرق يسيطروا على ألسنة اللهب المتصاعدة وبيعيدوا التأكيد على بعض بضرورة عدم الالتفاف للخلف ومواصلة الجري والإنقاذ مهما كانت المخاطر. في نفس الوقت في الجو بنشوف الهجمات المدمرة اللي بيشنها قائد العمالقة من على ظهر سفينتهم الطائرة إيريك العظيم، وبيظهر الزعيمان الأسطوريان دوري وبالرغم ما بيمسحوا الأرض بأعداد مهولة من الهياكل العظمية الشرسة. دراغور والأشباح المرعبة اللي طالعة من كوابيس الأطفال بيتعاملوا معهم بخبرة وبسالة. فرسان العمالقة الأسطوريين ووسط العاصفة دي بيدخل المحارب الأسطوري غابان المعروف بآكل الجبال وبيقفز من أعلى السفينة الطائرة بكل هيبة وشموخ وهو ماسك 1000 أوس ضخمة، بيوجه ضربة قاطعة حارقة مباشرة لظل وحش عملاق ومرعب كأنه الضيف للأمير لوكي وبيحطموا الأشلاء في ثواني. بعد الضربة الخرافية دي غابان والعمالقة بيبدأوا يتناقشوا وبيتكلموا بذهول، وبيوضح غابان إن لحسن الحظ الوحش ده كان مجرد وهم وكابوس من مخيلة طفل صغير مش عارف قوة لوكي الحقيقية، لأن الأطفال لو كانوا يعرفوا قوة لوكي الفتاكة على الأرض الواقع كان هيبقى أقوى وأصعب بمراحل يا صديقي، وصعب التغلب عليه ببساطة. لكن مفيش وقت للراحة أو الكلام الجانبي، وغابان بيبدأ يركز حواسه وقدراته العالية وبيحس بوجود أصوات ونوايا مظلمة وغير طبيعية لثلاث أشخاص غريبين ومختفيين في الأرجاء، وبيستنتج بذكاء وجدية إن الدخلاء ده هم السبب الرئيسي في الفوضى دي كلها. وبيقول إن لو إلبا في نفسها ما بقتش مكان آمن ومحمي يبقى ده معناه إن العالم كله بيقترب من النهاية. وبنروح لفرقة الإطفاء على أرض الميدان. العمالقة بيحاولوا بكل قوتهم وبصعوبة بالغة يربطوا خراطيم المياه الضخمة بالآلات الضغط العملاقة لمعالجة وسحب البحر السحرية، وبيستعدوا عشان يطلقوا أقصى ضغط مائي عندهم عشان يطفوا حريق الغابة المدمر. العملاق بيفتحوا الصمامات وبيبدأوا يضخوا المياه بكميات هائلة وجبارة. بنشوف سفينة كولون وعليها باقي طاقم قبعة القش بيلمحوا الأطفال بيقربوا من النيران، وكولون بيبدأ ينده عليهم بأعلى صوته لكنهم مش بيسمعوه. وفرقة الإطفاء بيلاقوا النيران بتكون أشرس وأقوى بكتير من إمكانياتهم، ودرجة الحرارة العالية بتخلي صمامات الخراطيم تتشقق وتبدأ تتكسر وتنفجر تحت الضغط الشديد. سول بيترجاهم يتصرفوا ويطفوا النار بسرعة قبل ما الأطفال توصل لهم ويصرخوا بيأس، وهو شايف إن المياه مش قادرة تأثر أو تفي بالغرض، والكل بيحسوا بقلة الحيلة والخوف الشديد لأن ألسنة اللهب عمالة تقرب أكتر وأكتر من موكب الأطفال المشين وهم غايبين عن الوعي ومتوجهين مباشرة لقلب النيران. وفي أعلى التلة بنشوف الفرسان التابعين لحكومة العالم وفرسان السلطة سوموني
سومرز وزميلته غونكو قاعدين بيراقبوا المشهد الكارثي بكل استعلاء، قسوة وبدون اي ذرة رحمة. سومرز بيبدأ يضحك بشر وشماتة، بيشاور على الاطفال وبيقول له غونكو بوضوح ان المنظر ده ممتع وجميل جدا. هما بيشوفوا الاطفال القرويين بيموتوا. غونكو بترد عليه بنبرة باردة تماما، بتشرح له بتفصيل الخبيث ان الاطفال دول هيصحوا في اخر لحظة من شدة حرارة النيران الحارقة، وهيبدأوا يصرخوا وينادوا على اهاليهم بملامحهم البريئة لحد ما ألسنة اللهب تلتهم اجسادهم بالكامل وتحولهم لمجرد عظام ورماد. سومرز بيسمع الوصف الاجرامي ده وبيزداد حماس وذهول، وبيرد عليها بانه شايف شيء مؤثر وجميل. الاطفال بيتقرب من النار وفرقة الاطفاء مش عارفين يتصرفوا تماما. وفي وسط كل الخوف واليأس ده العاطفة والدراما لما بتبلغ ذروتها لما بنشوف المحارب العظيم ساول واقف والدموع نازلة من عينيه على الاطفال، بيجروا ويصرخ فيهم بأعلى صوت وبكل ألم عشان يوقف حركتهم او يرجعهم لوعيهم قبل ما يدخلوا جوه جحيم النيران. وتشوبر وروبن كمان بيفضلوا ينادوا، لكن الاطفال بيفضلوا ماشيين بخطوات ثابتة ومسحورة بدون ما يحسوا بأي حاجة حواليهم. العمالقة والمحاربين بيحسوا ان الامل خلاص انتهى وان الكارثة لا مفر منها، لكن في اللحظة الحاسمة والحرجة ومن تحت أغطية السحب والغيوم المجاورة بيظهر بطلنا وقائد كاراتيه البرمائيين جيمبي، وهو غاطس جوه خطوط سحب البحر المائية. جيمبي بيفعل قدرته الاستثنائية بتركيز جبار وبيجمع كمية مهولة ومرعبة من مياه السحب والبحار بين ايديه، وبيصرخ بصوت مدوي اسطوري. وهو بيفعل تقنيته الفتاكة رمية كتف سحب البحر. وفي مشهد خرافي يدرس جيمبي بيطلق عمود مائي وجدار محيطي ضخم جدا كأنه شلال نيزكي متصاعد للسماء، والمياه بتنزل بكثافة وقوة طوفانية فوق الغابة المشتعلة. وفي لحظة واحدة وبضربة واحدة النيران الضخمة والجبارة بتنطفي تماما وبيحل مكانها الدخان البارد والآمن. الكل في القرية وفرقة الإطفاء بيقفوا متجمدين من الصدمة والذهول، مش مصدقين ان النيران الخارقة دي انطفت بالكامل في ثانية. وسومرز بيتعصب من اللي بيحصل. جيمبي بيخرج من المية وبينط بفخامة لسطح السفينة اللي راكبة فيها نامي وأسب وبروك وطفل العمالقة كولون. طاقم قبعة القش بيبدأوا يحيوه ويهتفوا باسمه وبينبهروا بقوته الخارقة اللي أنقذت أطفال الجزيرة من الموت. كولون الصغير بيقف عيني مليانة دموع الفرح والامتنان. الأهالي والعمالقة بيبدأوا يصرخوا بفرحة عارمة وبيشكروا فرقة الإطفاء فاكرين إنهم عملوا الملحمة دي، لكن قادة الإطفاء بيعترفوا بذهول إنهم مش هم اللي عملوا كده وإن في قوة خارقة هي اللي أنقذتهم. في نفس الوقت روبن وتشوبر بيبصوا من بعيد عن المطر والمياه الصاعدة وبيبتسموا بفخر لأنهم عرفوا إن الأسلوب ده هو أسلوب الأسطورة جيمبي. وبنشوف كولين بيكلم جيمبي وبيشكره بحرارة شديدة وبيقول له إنه بالرغم إن الأطفال في المدرسة بيكرهوه ومش بيحبوه لكنه بيعتبرهم أصحابه ومستعد يعمل أي حاجة عشان يحميهم وينقذهم. النامي بتبتسم له بلطف وبتقول له إنه مشاعره دي جميلة جدا وإنه فعلا بطل شجاع، وبيتعهد الجميع إنهم هيكملوا مهمتهم لحد ما يفكوا السحر عن كل الأطفال. وفجأة في اللحظة الهادئة دي بيظهر شخص تاني واقف بثقة فوق أعلى القائم الخشبي للسفينة، وبنكتشف إنها الفارسة غونكو من فرسان السلطة، نازلة بملامح حادة وعينين حارقة وهي بتبص بكبرياء لجميع أفراد الطاقم. وكولون بتعبر عن انزعاجها وغضبها الشديد من تدخلهم وإفسادهم لخطتها، وبتستعد لتفعيل قدرة فاكهة الشيطان الخاصة بها، وده طبعا للقتال. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده يا صديقي؟ ده كله هنعرفه في الحلقة الجديدة اللي ظاهرة قدامك لو كانت نزلت، او انمي تاني اكيد هيعجبك. اللي ما جربش تشوفه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.